بقلب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهاردة بقى نعمل مع بعض فيديو سهل كده وسريع، وصفة حلوة جدا جدا تنفع لتفتيح البشرة واللي عندهم نمش في بشرتهم، نمش كتير قوي. بيخففوا يعني يعتبر 60%، او مش بيخففوه، هو بيفتح الغمقان شوية. واي هالات سودة تحت العين بنفتحها برضو لو استمريتي عليه. وصفاتنا سهلة بقى وسريعة، ودي وصفة مجربة 100%، وناس كتير كتير معتمد عليها. بدل ما تروحي تجيبي ماسكات بقى من بره غالية والكلام ده، عندنا ماسكات طبيعية في البيت تقدري تستخدميها بدل الماسكات الغالية اللي بتشتريها من بره، وبيكون برضو فيها مواد كده بتشد البشرة، فبالتالي لما بتبطليها بتعمل ترهلات في البشرة وكده. المهم بقى مع بعض هنعمل وصفة سهلة جدا جدا بمكونات سهلة وبسيطة. هي مقربة شوية للوصفة بتاعتنا بتاعت الفيديو اللي فات. بس معانا زيادة مكون النشا والزبادي بدال اللبن. الزبادي فيها فيتامينات كتير جدا مفيدة للبشرة كتير قوي. ومعايا هنا القهوة، اي قهوة زي ما قلتلكوا، اي قهوة، مش شرط تكون نوع معين، اي نوع يكون من عند العطار. تجيبي من عند العطار، تجيبيه الاكياس اللي هي القهوة السوداني والكلام ده. اي نوع قهوة عندك متوفر حطيه. وعندي هنا نشا، لو مفيش عندك نشا تقدري تستبدليها بدقيق ابيض. لو استبدلتيها بدقيق ابيض هي مش هتكون نفس ال النتيجة اللي هتديها لك النشا، لان النشا بيكون فيها حاجة كده يعني مادة حلوة وفعالة بتبيض البشرة عامة، وبتهدي الحرارة اللي القهوة بتعملها في البشرة. وصفتنا النهاردة مفيش فيها ليمون، علشان معانا هنا الزبادي. المرة اللي فاتت كان معانا حليب لبن، المرة دي بقى معانا زبادي. وطبعا الزبادي بتفتح البشرة جدا من التهيج اللي بيحصل نتيجة القهوة او خلط القهوة مع الليمون. المرة دي بقى مش هنحط ليمون للاصحاب البشرة الحساسة، لان عامة اللي بشرتهم بيكون فيها نمش او فيها حبوب وعايزين يعملوا الوصفات الطبيعية بتاعتنا الحلوة دي، ما بيعملوهاش بسبب ان اغلب الوصفات بيكون متضاف لها ليمون، لان برضو الليمون بيدي نتيجة فعالة وحلوة. تعالوا بقى كده مع بعض يا حبايب قلب نبدأ وصفتنا الجميلة السهلة السريعة دي. هاخد هنا بقى الطبق الصغنون الحادق الصغنن ده، فيه معلقتين زبادي، عبارة عن معلقتين من الزبادي. عندي هنا معلقة صغيرة مليانة كده من النشا او كورن فلاور على حسب ما بتسموها. عندي هنا كمان معلقة من القهوة، معلقة صغيرة. النهاردة في مقاديرنا هنستخدم المعلقة اللي هو المعيار الصغير بتاع الشاي دي، معلقة الشاي دي. حطيت هنا معلقتين من الزبادي بس مش مليانين قوي. وعندي هنا كمان معلقة من القهوة، هنزل بيها كده على الزبادي بتاعتنا. عندي كمان هنا معلقة صغيرة من النشا، هننزل برضو على الزبادي بتاعتنا بالنشا. اللي مش عارف النشا الكورن فلاور على حسب ما بتسموها، دي الذرة، اي حاجة. نبدأ بقى ايه، نقلب المكونات بتاعتنا. مكونات وسهلة وسريعة جدا جدا، وهتديكي نتيجة بصوا رهيبة بجد بجد والله العظيم مش كلام. اللي يستمر على الوصفة دي بتدي نضارة رهيبة جدا جدا للبشرة. انا عاوزة القوام بتاعها يكون ايه، زي ما انتوا شايفين كده. قوام الماسك اللي احنا بنجيبه من بره ما يكونش قوامه سايل اهو. هندي بقى ايه تقليبه كده اهو. شوفوا بقى ما شاء الله حبيبات القهوه عامله فيها حاجه، بصوا ميكس حلو قوي. عامه حبيب القهوه اللي بتكون حبيبات دي بتساعد برضو في التقشير، لو في اي تصبغات برضو في البشره بتساعد على التقشير.
مش عارفة هي كانت باينة كده ولا ايه. نفضل نقلب فيها شوية حلوين لحد ما يندمج الخليط كله مع بعض اهو. وبكده بقى ايه، اصبحت عندي زي وش النسكافيه. هنبدأ بقى نوزع الخليط ده على اي مكان في الجسم، اي مكان احنا عاوزين نشيل منه التصبغات. زي ما قلت لكم ممكن نحطه على الكوع، ممكن نحطه على الركبة نفتح برضو بيه. ممكن نحطه على وشنا، وانا عاملاه اصلا علشان مخصوص علشان الوش. ممكن نحطه على اي مكان في جسمنا فيه تصبغات من الشمس، تصبغات من رطوبة الجو والبشرة المرهقة وكده يعني. فده الماسك ده هيبقى بصوا خطير، هتعتمدوه. ماسك مكوناته سهلة جدا جدا وسريعة جدا جدا، وهتعمليه في اقل من دقيقة. زي ما قلت لكم، هو قهوة ونشا وزبادي. لو ما فيش عندك زبادي تقدري تضيفي لبن، بس اللبن بقى هتحتاجي تزودي شوية من المكونات الجافة بتاعتك اللي هي القهوة والنشا، لان الزبادي بتدي السمك اللي انتوا شايفينه ده، اما الحليب بيديلك سمك ايه، خفيف شوية، مايل للسائل شوية، وهو ده السمك المطلوب. ظبطي مقاديرك كده وظبطي السمك بتاعها. لو بقى ما فيش في بشرتك حبوب ومحتاجة انك تزودي بقى في الوصفة شوية، تقدري تحطي لها ايه، عصرة ليمونة خفيفة، نص ليمونة كده، وتعصري منها حوالي كام نقطة كده، بتدي ميكس حلو قوي 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 مع القهوة والحاجات دي. بتتفاعل طبعا مع البشرة وبتدي نتيجة مبهرة جدا. عامة الليمون في وصفات كتيرة قوي 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 منه للتفتيح، ان شاء الله نعملها مع بعض. وبس كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، فيديو سهل وسريع، وياريت تجربوا الوصفة بتاعتنا دي، وان شاء الله هتبهركم والله العظيم في التفتيح ان شاء الله. يلا بقى اشوف وشكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.